السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هما 3 كوبايات من الرز و4 كوبايات ونص من الحليب، وهنعمل احلى طاجن رز معمر حلو يدفينا في جو البرد اللي احنا فيه ده. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. اول حاجة هنجيب الكسرولة بتاعتنا وهننزل ب4 كوبايات ونص من الحليب. كل ما كان الحليب بتاعك دسم وغني كل ما كانت النتيجة بتاعتنا افضل. بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الحليب بنعاير بكوباية سكر. بندوب السكر كويس جدا في الحليب، وبعد من كده بنرفعه على النار. يدوبك مجرد اللبن بتاعي ما يغلي غلوة واحدة بس، برفع اللبن بتاعي من على النار. في الوقت دوت انا بسيب الحليب بتاعي يغلي على النار وبجهز الطاجن بتاعي. بجيب الطاجن، وممكن تستعملي صينية بايركس او اي صينية متوفرة عندك في البيت، مش هتفرق خالص. هنا انا عندي 3 كوبايات من الرز المصري المغسول فقط مش منقوع. بنزل الرز بتاعي في الطاجن، وبعد من كده بديله رشة ملح صغيرة جدا عشان بس احيق الرز بتاعي، ومعلقتين كبار من السمنة البلدي. رز معمر يعني سمنة بلدي على طول. بعد من كده بغلف الرز بتاعي بالسمنة البلدي كويس جدا. انا عايزة كل حباية رز تتغلف كويس جدا بالسمنة. كل ما كان الرز بتاعك متغلف كويس جدا بالسمنة بيديكي نتيجة حلوة جدا في الاخر زي ما شفنا في اول الفيديو. بشبع الرز بتاعي كويس جدا من السمنة بتاعتي. في الوقت دوت اللبن بتاعي بيكون غالي على النار. مجرد ما يغلي بالمنظر ده برفعه على طول من على النار وبنزل بيه على الرز. بعد من كده بديله تقليبة سريعة جدا علشان خاطر اتأكد ان اللبن بتاعي اتجانس مع الرز وكمية اللبن متناسبة جدا مع الرز بتاعي. شايفين انا عايزة النسبة دي بين اللبن وبين الرز. بعد من كده بجيب معلقتين كبار من وش اللبن لو متوفر، مش متوفر معلقتين قشطة عندك، لو مش متوفر مفيش مشكلة خالص، لكن هما بصراحة بيدوا الطاجن بتاعنا غناوة. بعد كده برفع الطاجن بتاعي وبدخله الفرن. بشغل النار بتاعتي من فوق وتحت على درجة حرارة 200. مجرد الطاجن بتاعي ما يتحمر من على الوش بطفي الفرن بتاعي وبولع النار من تحت بس لمدة ربع ساعة. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. شايفين الرز بتاعنا مفلفل وجميل ازاي. اتمنى انكم تجربوا الوصفة وان شاء الله تنال رضاكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين، في رعاية الله. سلام عليكم.